يعني صاحي مخصوص وواقف مستني البنت علشان تعمل معاها كده. الناس بتصحى من نومها على اكل عيشها ورزقها وتقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وانت صاحي وخابط مشوار ومستني البنت علشان تعمل فيها كده. وده مش فيديو عادي يا جماعة، ده بلاغ عاجل للأجهزة المختصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الموضوع بكل تفاصيله؟ ده اللي هنعرفه مع بعض من خلال الفيديو ده. بس يا ريت وانت بتسمعني دلوقتي تعمل لايك للفيديو واعمل متابعة لصفحتنا الجديدة علشان دي اللي هيكون عليها الفيديوهات. ويلا نبدأ. شايف الشاب الطويل العريض اللي قاعد قدامك على التروسيكل ده واللي واضح انه ما عندوش اي مشاكل صحية؟ طب شايف التروسيكل بتاعه اللي لو ما لقيش اي شغل يقدر يشتغل بيه؟ ايوه بالظبط زي ما سمعت كده، يعني يوم ما يلف على رجليه وما يلاقيش اي حاجه يشتغلها، ابسط ما فيها التروسيكل اللي معاه ده ياكله الشهر. والتروسيكل واضح ان هو جديد مش خرده، يعني هيتحمل معاه الشغل وهيجيب له مبلغ يوميه حلوه. طيب يا غالي انا بقول لك الكلام ده ليه؟ هتفهم ليه. من يومين في محافظة الجيزة وبالتحديد منطقة البراجيل الساعة 8:30 الصبح، الشاب اللي قدامك ده صحي من نومه وطلع من بيته وفتح التروسيكل بتاعه وخبط مشوار علشان يستنى البنت اللي معدية دي. بنت مكافحة، أهلها ناس طيبين، طالعة الصبح ورايحة على أكل عيشها وشغلها، مش مدي يا إخوانا ولا عارفة إيه اللي هيحصل فيها وهي ماشية. طبعا هو أول ما لقاها ماشية فضل ماشي وراها ومراقبها لحد ما سبقها بكام خطوة واستناها تعدي قدامه. الشارع ما فيهوش أي حد، بص حواليه وتأكد إن مفيش أي حد شايفه. اول ما جات له الفرصه عمل اللي انتوا هتشوفوه ده. بص كده وركز معايا، من الواضح ان هو مراقب البنت. البنت ماشيه مش مدي يا اخوانا، صاحي الصبح مكافحه رايحه على اكل عيشها، استناها تعديه بكام خطوه، شغل التروسيكل بتاعه وهو ماشي. بص شوف هيتلف الشنطه ازاي، هو عايز الشنطه اللي معاه، شد منها الشنطه. ده مش شد منها الشنطه، هي علشان لابسه الشنطه طبعا شدها بالشنطه تحت التروسيكل. يعني دي مش بس سرقة، ده كمان شروع في قتل. يعني كان ممكن البنت دي تيجي تحت التروسيكل يعدي عليها لا قدر الله تحصل ليها حاجة مش كويس. طبعا البنت اترعبت من اللي حصل فيها، مش مستوعبة ايه اللي بيحصل، مين ده ولا عايز ايه او عايز مني ايه وليه اللي عمله فيا ده. بص البنت جايمة متبهدلة خالص ومنهارة من اللي حصل فيها. بص هي ماشية يا عيني حتى مش قادرة تمشي. كل اللي بيشوفني دلوقتي يا جماعة يعمل مشاركة للفيديو ده. أنا اتكلمت كتير عن التروسيكل، أنا متأكد بإذن الله إن التروسيكل ده مش بتاعه. بإذن الله أنا متأكد إن التروسيكل ده مش بتاعه، هو سارقه. لأن لو تعبان فيه وشقيان ودافع ثمنه والله ما هيروح يسرق بيه ولا هيروح ياكلها بالحرام، ده هياكلها بالحلال عشان شقيان عليه وعارف معنى الحلال. لكن لا، ده سارقه علشان يسرق بيه. فياريت يا جماعة الناس اللي بتشوفني دلوقتي وعلشان حق البنت دي يرجع، وبإذن الله هنشوف صورته منورة وزارة الداخلية وهعرضها لكم وهطلع واتكلم وهنشرها لكم عندي بإذن الله. لكن يا ريت الأول نعمل لايك للفيديو، نتفاعل معاه ونعمل مشاركة، وبإذن واحد أحد في خلال الساعات اللي جاية هنشوف صورته على وزارة الداخلية وهيتقبض عليه. تعبينهم معانا والله وقضايا شبه مستحيلة، وناس يعني بيكونوا ظاهرين كده طشاش حتى ملامحهم مش ظاهرة، ولكن الجهات المختصة كل التحية والتقدير ليهم، بيجيبوهم بيقبضوا عليهم وبيحاسبوهم علشان يكونوا عبرة لغيرهم. وده بإذن الله هيتجاب وهيكون عبرة لغيره بعد اللي عمله في البنت دي. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس كده حضرات، أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.